ما عاوز اعمل عمليه تجميل، ابحث ازاي عن دكتور تجميل موثوق منه؟ انت شفتي تقييم او فيديوهات او حاجة لدكتور عجبك؟ تمام. طب في ناس كتيرة مش دكاترة جراحة تجميل بتشتغل في مجال التجميل. وكل يوم بنشوف واحد اساسا مش دكتور وبيشتغل بيعمل عمليات. طب انا اطمن ازاي ان الدكتور اللي رايح له ده اوكي دكتور تجميل وفعلا عنده خبرة في حاجة بسيطة جدا. اقوم رافع التليفون اجيب رقم نقابة الاطباء. ايوه يا فندم انا عايز استفسر عن دكتور احمد لطفي الجمل. هل عندك متسجل على السيستم ان هو جراحة تجميل؟ هيقوم داخل عنده على السيستم يا فندم دكتور احمد لطفي الجمل استشاري جراحة تجميل. دي معلومه جميله جدا، انا اول مره اعرفها بمنتهى البساطة. لو انت مكسوفة مثلا تخش للدكتور وتقولي له وريني الكارنيه بتاعك، الكارنيه مكتوب التخصص بتاعه. لو انت محرجة كده لا اتكلمي على النقابة، انا عايزة استفسر عن دكتور اسمه كذا وكذا وكذا، ده متسجل عندكم في النقابة؟ يا فندم متسجل، او لا ما احنا ما عندناش حد بالاسم ده. في ممكن تجيبي رقم السكرتيرة بتاعت الجمعية المصرية لجراحين التجميل. دي حلوه قوي الموضوع ده. ايوه يا فندم في عندكم في الجمعية متسجل دكتور اسمه كذا وكذا وكذا، يا اما يا اما لا. طب هل بقى بيبقوا هم عارفين انت عملت كام عمليه ومارست كام يعني عمليه تجميل بالشكل ده، بيبقى عندهم ولا لا؟ ايوه الدكاترة بيبقوا عارفين بعض. تمام. بس هي الفكرة ده دكتور تجميل اساسا ولا لا. بس برضو لازم الواحد يروح لدكتور خبره في مجال الموضوع، مثلا بقاله 10 سنين. انت هتعرفي من الدكتور وهتعرفي من الفيدباك بتاعه. تمام. يعني هتلاقي مثلا في ناس عنده على الصفحه، في الناس اللي جايه له العياده، في ناس عملت عنده قبل كده. ايه اكتر، كل دكتور بيبقى معروف ايه اكتر حاجه متميز فيها. تمام. هتلاقي في دكتور متميز في منطقه شد الوجه، دكتور متميز في تنسيق القوام والعمليات بتاعته النتائج بتاعتها معروفة. فالواحد يعمل سيرش قبل ما اروح اصلا دي عملية في جسمي.